هلا شباب، رجعت لكم من جديد وهالمرة ويا مدينة ثانية من مشروعنا بتوثيق ألمانيا بكل تفاصيلها. مو بس المدن المشهورة، لا، راح نصور كل زاوية، كل قرية، كل مكان يمر من يمك وانت تقول ما بشي، أنا أقول لك لا، بي أكثر مما تتصور. فخلونا نكتشف مدينة رود الجميلة. ليتس جو. هسه أنا بمحطة قطارات رود. ما أجيت بالقطار، أجيت بسيارتي. بس حبيت أبدي من المحطات لأن المحطة دائما بيها شعور البدايات، وهمينا فرصة أعرفكم عن محطة قطارات رود، وبعدها ننتقل إلى المدينة وقلب الطبيعة. وهسه خلنا أشرح لكم عن المحطة بشكل سريع، وبعدها ننتقل إلى المدينة داخل المدينة. طبعا هنا تتواجد أكثر من رصيف مثل ما جاي تشوفون. هاي المحطة شوية أكبر من الشواباخ، عندك 1 2 3 4 5 أرصفة بيها. وهنا الماكينات تقدرون تقطعون التكت بشوية بس تطلعون. هنا تتواجد المواصلات داخل روت. طبعا هاي الباصات توديك خارج وداخل مدينة روت، واكو تاكسيات. هسه اول خطوة اخطيها داخل الطبيعة ونقول بسم الله. هذا المكان كأنه بوابة بين عالمين، وقدامي جسر، مو بس جسر، هذا الجسر يغير المود. اسمعون صوت الطبيعة والعصافير محلاها. حلو. ورا ظهري كانت الشوارع وصوت الناس والقطارات وصخبة، بس يعني بس دخلت الطبيعة سبحانك يا ربي كل شي بدأ يتغير. الهدوء، الهواء، شو احكي لكم. شوفوا حبايبي، ماكو شي فخم بهذا المكان، بس بيه هيبة يعني غريبة. الهدوء يبلش من أول متر، والهواء يتغير، حتى النفس يصير أعمق. الصراحة أنا من الناس اللي يعشقون هيجي أماكن. سبحانك ربي على هذا المنظر، ومنظر الجسر محلاه، شايفين. اليوم راح نغوص بمدينة رود. يمكن اسمها ما يرن ببالك مثل ميونخ أو برلين، بس صدقني المدن الحقيقية مو اللي تنعرف من خلال الصور. المدن الحقيقية تحس بيها من انت تمشي بشوارع، يعني تمشي بشوارعها وتحسها. يعني هسه شوف، هسه انا الصراحة يعني مستمتع بداخل هذه الغابات او الطبيعة الخلابة، يعني ما اريد اطلع من عندها. يعني من مريت من فوق هذا الجسر وبين الاشجار والصمت والهواء النقي، مكان يصفي بالك ويخلي راسك يهدأ. يعني من الاماكن اللي الصراحة حبيتها خلال رحلتي إلى مدينة رود. فهنا يتواجد همين نهر، هذا مياه الأمطار تتجمع، يعني عبالك صورة. الصراحة ما بدي أترك هذا الجسر، بس هسه أنا متوجه نحو السنتر. المكان كلش راقي هذا المكان. يعني هذا المكان مجرد خروجكم من محطة قطارات رود، يعني مسافة 10 أمتار تدخلون داخل الطبيعة وتعيشون هاي الأجواء الحلوة. يعني ما بيها ناس. يعني هاي الأماكن الحلوة والمفتوحة تمنيتها بدولنا العربية الصراحة. يعني كان صار لها حس ثاني أو شعور ثاني، ما أعرف شلون أشرح لكم إياه. هلو. الصراحة
هذا الطريق تحسه مو مهتم إذا توصل أو لا، يمشي على كيفه ويلفت ويدور وكأنه يقول لك أخويا إذا مستعجل ارجع. هذا المكان قلت ما يوصل على السنتروم، يوصل إلى مكان ثاني، بس قلت ما دام الشارع هادي نكمل، لأن أسوأ شي ممكن يصير هو أرتاح. الهواء الناعم، الأرضية كأنها مفروشة على شرف زوار، وماكو صوت غير خطواتي ودا أمشي وأسولف ويا نفسي وكأني بمسلسل تركي الصراحة. وأخيرا شفت باسكل قلت لازم أصوره. ماكو ناس، هادية كلش المنطقة، فخلنا نطب على هذا النهر أو مياه المطر شايفين، خلنا ندخل له. الصراحة المكان وعر ما أعرف شلونه، بس رغم هذا خلنا نصوره. لا 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 ما شاء الله، شايفين المنظر حبايب؟ أحلى شي بالمدينة هو هذا المنظر وهدوءه. البايسكل الثاني شو أحس بدت الحركة هسه، يعني العالم قامت تمشي وتطلع. فهسه خلينا ننتقل إلى السنتروم. أوبا، صراحة المكان حلو، يعني يشجعك إنه تجي لهذا المكان، وأنا عجبني وراح أزوره. أنا جاي أمشي لاحظت شغلة حلوة، هنا حاطين أكل للطيور، شايفين داخل هاي الدبة الصغيرة ومتقبيها يعني من على اليمين وعلى اليسار. حلو، فد شي ملفت. شوفوا لي المنظر الثاني، أعتقد هذا سد من يمتلي يسدونه على مود المي يبقى هنا، يعني من يصير شح بالمياه أو من تكون تمطر بغزارة أعتقد، حسيت دخلت مكان خاص بالطبيعة وكأنما غرفة تنتظر الطيور. يعني الصخور واقفة وكأنها حارس، ما تعرف إذا يرحبون بيك لو بس يراقبون بصمت. وعندك هذا العمود، والله ما أعرف شي يسوي هنا سيد عمود بنص المشهد، تحسه ضايع بس مصر يكون موجود سيد عمود. المكان ضايج تحسه بس عجيب، تحسه مغبص براحة والغموض، وإذا عندك فكرة براسك تحتاج تصفيها تجي لهذا المكان. هنا سيد عمود مدللي. فهسه خلونا نروح قبل ما تظلم الدنيا داخل السنتروم. شفت همين على الانترنت سوبر ماركت سوري ان شاء الله مفتوح، فحتى نقدر ندخل بهذا السوبر ماركت نشتري لنا كم شغلة وبعدها ننطلق داخل السنتروم. طبعا وصلنا نهاية الطبيعة، يعني احنا نسموه بشكل فعلي مو داخل الطبيعة، بس يعني هذا الطريق يوصلك للسنتروم، فهمتوا علي؟ يعني الطبيعة داخل رود تجنن، فشي فظيع. يعني ان شاء الله يعني بالفلوقات القادمة هم نصور اكثر. شوفوا لي هذا الشارع الجميل والاطفال جاي يترفهون على نفسهم بالدراجات. الصراحة المكان عبقري وخطير. وهنا دخلت أول نفس داخل السنتر، شارع حجري هادي نظيف، وتحس كل شي بيه محافظ على نفسه بدون ما يطلب اهتمام، كل شي ساكت ومرتب. هاي الشجرة كلش عجبتني، ما أعرف يسمونها، يعني وبالأصح هاي مو شجرة ما أعرف. المهم هسه احنا دخلنا داخل السنتروم بشكل رسمي. طبعا أهلا بكم في السنتروم.
الشارع جميل الصراحة، شغلة اكو سوبر ماركت عربي، فخلنا ندخل عليه نشرب لنا مشروب عربي وبعدها ننطلق داخل السنتروم. واو. السلام عليكم. ايش رايكم ايش ناخذ؟ فأني راح اخذ هذا طيب؟ اما طيب يترجع غير؟ راح اشتري على ضمان صاحب السوبر ماركت. لا ظريف. طيب طريق؟ ايه ظريف طيب. حبيبي انت الظريف. بيش؟ جوار روتينا حلوة؟ والله حلوة يا روت جميلة. يعني طبيعتها صراحة الثانية أول ما دخلت منها انبهرت يعني. لها صراحة كثير حلوة يا روت، وحتى هي أحيانا بيجوا فيها سياح. بيجوا سياح عادي. سياح يجون هواي. ايه لك حلو. بيجوا على هي القلعة اللي هون. في قلعة هون؟ ايه في جوا بيدخلوا عليها ما بعرف بيعملوا. اوكي. صوروا يمكن هيك شغلات. ما أعرف. اكتشاف جديد في قلعة في روت، فخلنا نروح نشوفه. تدخل لجوا الشتات، تدخل تنزل الشتات بتلاقيها جنب الأبوتيكة. اوكي. تسلم لي يا وردة حبيبي. من زمان ساكن بروت انت؟ صار لي تقريبا 6 سنوات. 6 سنوات؟ أو 7 سنوات هيك. 6 7 سنوات. بس ليه؟ سكنت 3 سنين بألانسبيرغ. ألسبيرغ. ألسبيرغ حلوة. جميلة ألانسبيرغ كمان فيها هيك طبيعة حلوة. بس بعد سوريا ما في. سوريا حلوة أكيد. ما أعرف الصراحة، ما رايح السوريا يعني. سوريا جنة الله على الأرض معروفة. والله ما رايح بس. رايح على أبد يعني ما زرت سوريا. زي عروس الساحل بنسميها. يعني حلوة. جميلة جدا. لاذقية مثلا من لاذقية. أوكي. بس نزل على لاذقية شي يوم أنا باخذك بفتلها. أوه. باخذك على صليبة، باخذك على البصير. سوريا أنت ولا لا؟ أنا طلعت منها كان عمري 14 سنة. يعني بعد ما رحت سوريا. هلا أنا بسوريا، أنا سوري، يعني كنت بسوريا عشت 14 سنة بعدين طلعنا على يعني بس أقصد ما رجعت يعني. ما رجعنا هلا صار صعب. هلا الأوضاع جدا صعبة بسوريا. يعني بدها وقت جدا لترجع مثل قبل. صح كلامك. يعني هلا حتى موقفين رواتب الموظفين. أنا عبالي صرفوا لكم. لا صار لهم 3-4 شهور موقفين رواتب الموظفين. ما عم يحسنوا يعني. هلا ان شاء الله نحن عم نتامل ان شاء الله بالخير. رئيس الجديد ان شاء الله خير. على القليله بضل مسلم، رئيس مسلم. اكيد يعني احسن شويه، احسن من هذاك. ذاك يعني هذا الله يلعن روحه. اكثر كلمه مشهوره عند السوريين الله يلعن روحه. الصراحه المشروب اللي شربته كلش طيب هذا. يعني ما كذبت عليك. لا فتشي كلش طيب. كلش. تسلم لي حبيبي كوردي. ابقى سلمنا على الجمهور. طبعا اللي يجي على روت لازم يزور السوبر ماركت. شو اسمه السوبر ماركت مالك؟ سوبر ماركت الآغا. سوبر ماركت شو؟ الآغا. سوبر ماركت الآغا يابا. بي عنده مشروبات، أكلات، شغلات منزلية. فالشاب كلش محترم. تسلم لي. نقدر هذا نحط والله على قلبك. ويبقى تقريبا ل6:30 فاتح. تمام حبيبي، نشوفك بغير فلو. مع السلامة يابا. هسه راح ندخل داخل السنتروم شوي نستكشفها. ما أعرف الجو تحسه مرات حار يعني حيرك. يعني مرات تقول أوكي راح ألبس نص صردان. هاي يعني حسيت نفسي، يعني حسيت عرقت شوية. يعني الصراحة البكان هنا غير أو بألمانيا يعني يتيهك يدوخك بالجو. يعني قبل ما أطلع يعني الجو كان حار وفكرت إنه ألبس نص صردان لو لا. فالحمد لله ما لبست نص صردان. فطلعت الجو كان حار. ورا ساعة أو نص ساعة هسه الجو غير 180 درجة. يعني كسر وصار بارد.
هذا الترك فلايت. السنترم صار مقابلنا بس هذا الشارع يفصلنا. هاي هنا جماعة رود شوية احسهم منفتحين اكثر، فهذا الشارع ويدخلك على السنترم. الشوارع نظيفة هادية. طبعا هذيك الكنيسة الموجودة هنا. يعني البوكان واحد يستحق يزوره الصراحة. لاحظت هم اكو محل ثاني يبيعون الاكلات العربية، بس احنا راح نغوص داخل المدينة ونشوف. يلا اشتغلي عاد. اوكي بعد ما اشتغلت فهسه خلينا نغوص داخل المدينة. هلو البوكان حلو هنا. يعني انت اول ما تدخل السنتروم تحس براحة مو طبيعية. البوكان شبه هادي ما بي ناس، بس اكيد بوجود حلية مدينة رود. فشايفين الشوارع هنا فارغة. فهنا اكو قلعة ما اعرف راح اقدر ازورها لو لا. هذا الشارع اسمه بورغشتراسه او شارع المواطنين. يا بروغنشتراسه، عبالي بورغشتراسه. ما اعرف هذا بروغنشتراسه. الصراحة اريد ادخل داخل هذه البناية واكتشف شنو بيها. يقولون قلعة ما اعرف. يعني المكان تحسه اثري، مكان حلو. طبعا هنا متواجد مكتوب تورست انفو، يعني تقدر تسألهم. بس مفتحين من الساعة 9 الصبح 5 العصر. هذا المكان تحسه حلو وهادي وتراثي. Hallo. Es gibt so einen bestimmten Eingang, wo man das reinkommt? Gibt es so einen bestimmten Eingang zum Burg hochzugehen oder nicht? Wissen Sie nicht? Also nur so, okay. Danke dir. المكان شبه هادي. شايفين الصور التاريخية. المكان سياحي بس حلو بنفس الوقت. الو شايفين هذا الكلب حلو. صراحة مدينة رود ما اعرف، احس ناسها يختلفون. هنا بيها شوارع الزقة ضيقة، بيها بعض المطاعم. هذا مطعم ايطالي. يا معودين وينكم؟ خلنا نحكي وياكم. ماكو ولا شخص بالشارع يا جماعة الخير. يعني كل مرة بشوفك انت يبقى نفسي شوفوا لي فخامة بناء هذه الكنيسة بطريقة أسطورية ترجعك إلى العصور الوسطى. هنا محل نظارات بس حجبني هذولا. مكان هادي بس الطيور بيه شايفين. اكو همينة سوبر ماركت. هذا سوبر ماركت المولر ستور. هذا صورت لكم اياه بالفلوق الاول في مدينة شفاباخ. بيه كريمات، عناية بالبشرة، الشغلات نسائية، كل شي بيه. شوفوا لي هذا التمثال. اكو بيه بعض المقاهي الألمانية السكاي سبورت، بيها يا ذولا يتراهنون على الطوبة والأمور هاي. بيها بعض المتاجر ألبسة نسائية.
وطبعا هنا همنا اكو هذا محل يبيع الدونات، خلينا ندخل عليه. هاي هذا المكان من الداخل يبيعون شغلات تركية مثل لحم العجين، الدونات. فخلونا نتعمق أكثر داخل السنتروم. هاي كلهم أطفال. شايفين البيوت والبناء مالتهم والصبغ شلون مميز، يعني عندك هنا أصفر، أحمر فاتح، أخضر، أبيض، يعني كلش مميز. طبعا المرة اللي فاتت صورت لكم عن العادات وتقاليد البيض او بالثقافة المسيحية بشكل عام، اوكي؟ فهاي النافورة هسه بداخل السنتروم. ايه حبيبي شلونكم؟ والله تمام. واخيرا لقينا ناس متواجدة داخل من العراق. نعم. شلونكم حبيبي؟ شلونك؟ عليكم السلام، اخباركم؟ شو يوتيوب؟ اي يوتيوبر. ما شاء الله. كيف الاوضاع برود؟ الحمد لله، نحن هون زلبة يعني انه كمان ضيوف. جايين سياح هنا، اوكي؟ بالضبط. بس عجبتكم الاجواء اللي بيها وهدوءها؟ حلوة كثير والله ما شاء الله. يعني الهدوء بيها ابد مو طبيعي. ابدا كله حلو. الصراحة الزي مالك عجبني. من وين؟ من الشام، من قلمون. اهلا وسهلا، متشرفين بكم. طبعا اثناء تجولي داخل السنتروم في مدينة رود التقيت هذول الشباب الحلوين. طبعا هم يسوون فعاليات. شنو الفعاليات اللي تسوونها؟ ندعى الإسلام على الدين الإسلامي، خروج في سبيل الله عز وجل. نحن جايين من غير مدينة، اوكي. مدينتنا بعيدة من هين 700 كيلومتر. نخرج في المدينة ندعي إخواننا المسلمين على المساجد أوقات الصلاة، نذكرهم بالإسلام بذكر الله عز وجل، نسحبهم على المساجد إن شاء الله، لأنه تعرف أنت يعني اليوم احنا صرنا بزمن صراحة يعني هنا هواية عالم ابتعدت يعني. نعم، بأطفال صارت هين وما عندهم اطلاعية على هذا الشيء يعني. لازمهم فنذكرهم ونوعيهم على هذا الشيء احنا، ونسحبهم إلى المساجد ونذكرهم ونعلمهم. فإن شاء الله الله يهديهم، إن شاء الله يهدى الجميع. الله يبارك فيك وإياكم إن شاء الله. شرفنا بارك إن شاء الله نلتقي بكم غير إن شاء الله. إن شاء الله. حياك الله. حياك. مع السلامة. السلام ورحمة الله وبركاته. مع السلامة. حياك الله. أردنا نسمع. صراحة أثناء التقائي هنا الشخص ألماني also wo kann man also hier, welche beste Restaurant, also wo Sie mir empfehlen? Restaurant. Ja. Ist auch nichts. Dann finden wir auch mal Mطعم wo? Döner hier. Döner. Ich war da gerade. Döner hier. الصراحة الدونر موجود بكل مكان. Ja, الدونر ist überall. Das ist unglaublich. Aber Restaurant hier in Rot. Also so Indisch, Deutsch. Indisch gibt es so. Okay. Berlin, aber sonst ist ja nichts mehr Englisch, Deutsch. Deutsch gibt es vor allem bei Deutsch ist noch Brandwesen mal früher. Aha, okay. Keller. Kommen Sie auch aus Rot, ne? Meine Frau kommt aus Dänemark. Dänemark. Ja, ganz unten. Okay. Krieg hier irgendwie gelandet hier. Super. Und Sie machen jetzt schon Runterspazierung mit Fahrrad? Ja, genau. Ist das heute, Wetter ist geil. Ja, genau. Ja, da hast du immer dieses Gefühl, regnet nicht, warm, kalt, ne? Komisch Wetter hier. Das habe ich mir auch gerade überlegt. Also. Früh ist mal Sonne und dann wird es ganz komisch. Es dauert nicht bis am Anfang von Haus an, wenn ich Da hast du recht, ja. Ja. Also hat mich gefreut. Ja, Danke. Okay, also. Also. Ja, hast du auf TikTok oder was? يوتيوب. ach, du يوتيوب. حبايب مثل ما قلت لكم ذيك المرة شرحت لكم على البكان اللي صورت لكم اياه او عادات وتقاليد البيض. فهنا متواجد البيض همينه مسوينه بطريقة كلش مميزة. شايفين؟ هاي كلها ملونينها بس هاي على طريقة بلاستيك اعتقد. وهاي النافورة
بس المدينة يعني كلش هادية، ما بيها ناس هواية. طبعا مثل ما قال الألمان، أنا قلت له وديني على اقترح لي مطعم ألماني أو مطعم هندي أو أي مطعم، فقال لي ماكو غير الدونر. فقلت له أنا أعرف هسه كنت بمحل بدونر، فقال لي يعني بهذا الشارع بس تقريبا ب4 مطاعم يبيعون الدونر التركي. فهنا مشروع يعني جدا ناجح، اللي يفتح مطعم يفتح دونر وخلاص. اوكي، ف يعني بما يخص داخل السنتروم، يعني السنتروم يعني ما بيه هواي شغلات، بيه محلات للتسوق، مطاعم إيطالية، دونر. يعني كنظرة عامة أقدر أقول لكم يعني مدينة رود حلوة وهادية، وحتى ناسها تختلف. يعني الصراحة ناسهم يختلفون شوية كعادات وتقاليد، أحسهم منفتحين. يعني هذا انطباعي على مدينة رود، أو خلف السنتروم مباشرة. هسه السنتروم صار قدامي، وهنا اكو ألعاب ترفيهية للأطفال، فخلنا نروح ونستكشف. اجيت لهذا المكان وقلت لازم شوية اريح. اوكي، الصراحة هسه انا جاي افكر اروح هالبحيرة لو لا، لان اولا الجو شوية غيم، ثانيا صارت بيها عاصفة، فالصراحة كلش حاير وربي ما يحير عبده. فما اعرف، فراح ارتاح شوية بهذا المكان وبعدها ننتقل لغير مكان. فارغة، شوارع رود تحسها هادية ومنظمة. طبعا هذا متجر يبيع الأحذية، ومنها تدخل على السنتروم. هاي يوتيوبر يا حسون اكسبلور. حسون اكسبلور. Nicht so viel, aber allgemein mache ich, bin ich Anfänger. Ja. Wann machen Sie das, wann laden Sie das hoch? Morgen wahrscheinlich. Ladet morgen hoch, lass unsere Freunde zeigen. تحكي عربي انت؟ من وين؟ عربي. من وين؟ عراق؟ انا من العراق. هذا هم من العراق. طبعا الأطفال رادوا من عندي أصورهم وهم ينزلون من هذا الدرج، فاللي لابس أزرق طلع عراقي، فخلنا نصورهم على السريع وبعدها ننتقل إلى مكان ثاني. وزشت Hey, habt ihr gut gemacht? Ja, das hast du gut gemacht, das ist wirklich. Deine war krass, ha? Also morgen. يمكن باكر انشر المنشر. Laden Sie das hoch dann? Hm? Laden Sie es dann hoch? Ja, Ey, geil! Hey, danke! ich mach das am Anfang, okay? Dass er sieht das. Okay? Hey, das ist so geil! Also bitte, ciao. Okay, tschüss! Ciao, ciao. Ciao! Ciao. Hey, die was? اوكي، خلنا نروح لمكان ثاني. حبايبي هسه راح نروح على السيارة مالتي، حطيتها يم محطة القطارات. راح ناخذ السيارة ونتجه إلى أقرب سوبر ماركت، نشتري لنا كم شغلة، ومن بعدها نشوف لنا أماكن همينة حلوة ونوثقها. من أول نظرة تحس كأنك واقف على حافة قصر قديم. هنا القلاع مو بس طابوق وحجر، هنا مكان زوايا بها نفس زمن الملوك. الصراحة أنا هذا المكان بالصدفة اكتشفته. هاي قصور الملوك، هسه أنا داخل بقصور الملوك، وهنا تمثال الشاعر الألماني جوزيف فون، ما أعرف شلون تنطق،
واحد من أكبر الشعراء الرومانسية للرجال، كتب على الطبيعة، الحرية والحلم، بس أكثر شي كان يحبه المشي والسفر، يعني تقريبا فلوجر حبايبي. هسا أنا حرفيا جاي أتجول داخل قصور الملوك، تتخيلون؟ ماكو لا حراس لا سكيورتي، فأني صرت الملكة هنا اليوم. فهنا كانت تتمشى الملوك حبايب. البوكان يعني كلش مميز وحلو وهادي. هاي لازم تتسجل للتاريخ، أنا بين أضيق زقاق بالعالم، ولازم تسجل بموسوعة جينيس. بعد مسافة مشي رهيبة وصلت لسيارتي، راح ناخذ السيارة ونروح على السوبر ماركت على السريع نشتري الأغراض قبل ما يعزون السوبر ماركتات، لأن باكر أحد ولحد السوبر ماركتات كلها تعزل، بس بالمحطات القطارات الكبيرة تتواجد. Eres testigo, ey, de todo lo que hacemos en tu cuarto. En tu mente dejé mi contacto. Aprovecha que hoy tengo rato, pero esta güerita tiene todo lo que te gusta. No entiende nada, pero sabe cuál es la ruta. Sobre los dos, que novela. Me gusta cuando me dice eres la buena, como me cela. Y escuchando Persia en la habitación. Oh, 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 oh. Entre más callados más va a durar. No lo tenemos que contar. Aunque hace tiempo te sigo. Aunque lo niegues, tú eres testigo. De todo lo que hacemos en tu cuarto.